ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض احلى صينية فراخ بالخضار في الفرن. تحفة وجميلة جدا بالزعتر والخضار والتوابل. هتطلع معاكي احلى صينية فراخ، سواء كانت فراخ او وراك او صدور. تطلع معاكي احلى صينية فراخ واطعم صينية فراخ ممكن تعمليها. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف هنعمل ايه وكل التركات بتاعتنا اللي هتطلع معاكي احلى صينية فراخ بالخضار. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحة وخير. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم طريقة فراخ بالخضار في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، وان شاء الله هتعجبك وهتعجب الاولاد، وحلوة كمان لو في عزومة. هتطلع معاكي طعمها حلو قوي، وكمان قيمتها الغذائية كبيرة جدا، وهتعجبك جدا جدا، ومش هتبطلي تعملي الطريقة دي للفراخ. سواء كانت لو فراخ كاملة أو وراك أو صدور. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة وسريعة، وإن شاء الله النهاردة الفيديو يعجبك وتستفيدي منه. لو كنتوا أول مرة تشوفوا قناتي، يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزله، وتشجعوني وتدعموني أكبر القناة بيكم. يلا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا النهاردة. بصوا حبايب قلبي، انا معايا فرخه كامله زي ما قلت لك. لو حابه تعمليها بالوراك او الصدور او يعني او فرخه كامله براحتك يعني. انا معايا فرخه كامله، هي حجمها صغير طبعا على عدد حسب عدد افراد الاسره. انتي تعملي وبنفس التتبيله دي بس الفراخ بس هتقل او تزيد. تمام. ومعايا نص كوبايه زيت. ومعايا انا حابه اقول لكم على بقى الخضار اللي معايا. الخضار لو انتي الاولاد مش بياكلوا خضار معين، وحابه احنا نوكله لهم بس يعني ما يشوفوهوش، ممكن نحطه في اكلات زي كده في صينيه الفراخ. كل حاجه هتدخل في بعضها ومش هتبان ومش هياخدوا بالهم وهياكلوه. يعني انا مثلا الاولاد مش بيحبوا ياكلوا الكوسه، فانا بشرت كوسايه وجزرايه، وعندي بصلايه كبيره برضو هبشرها. عشان هما مش بياكلوا الكوسه، فانا هحط الكوسه في الخضار في الصينيه، مش هياخدوا بالهم، وهتبقى ياخدوا العناصر الغذائيه متكامله من صينيه الفراخ اللي احنا هنعملها دي، بما انهم مش بياكلوا نوع معين من الخضار. وزي ما قلت لكم معايا نص كوبايه زيت، وكمان معايا بصل، فلفلايه خضراء، وحته فلفلايه حمراء، وفلفلايه صفراء، وطماطميتين كبار مقطعهم كده. ومعايا بقى التوابل بتاعتي، معايا كركم وكاري وفلفل اسود وكزبره وحبهان ومرقه فوريه وبابريكا وتوابل، ومعايا حبه ورق لورا متقطعين كده، وزعتر، والملح طبعا. بس كده طريقة سهلة وبسيطة، وبالتوابل بتاعتنا وبالخضار بتاعنا هتطلعي أحلى وأطعم صينية فراخ في الفرن. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا حبايبي، أنا فرمت البصلة ناعم كده أهو، وهبتدي بقى أحط بقى كل الخضار بتاعي. الأول أحط كل التوابل، أحط كل التوابل بتاعتي وأقلبها كويس في البصلة. أقلبها كويس قوي في البصلة عشان كل التوابل تتشرب في البصلة اهي كده كويس قوي. في طريقه ممكن تعملي انك انت الفراخ تديها صدمه على النار قبل ما تحطيها، او تعمليها زي ما انا هعملها كده على طول براحتك. لو انت مستعجله زيي، حطيها على طول على يعني الخضار كده. لو مش مستعجله مفيش مشكله، حطيها صدمه كده، اديها صدمه مع شويه زيت او شويه سمنه على النار قبل ما نحطها في الصينيه. احط بقى الزيت كمان، وبرده ادعكه كده كويس، وانزل بقى بالجزر الكوسه. حابه تحطي بطاطس ما تكتريش، عشان هي بتنزل يعني ميتها البيضه كده، فبتخلي الصوص يعني لونه ابيض شويه او فاتح شويه. عايزه تحطي براحتك، ممكن كمان تحطيها تبشريها، وممكن تعمليها مكعبات كبيره شويه. لو مش بياكلوها ابشريها، بس بقى اكيد كل الاطفال يعني بياكلوا البطاطس، فانت ممكن تحطيها مكعبات كبيره، او ممكن نعملها محمره جنب الاكل، برضو هتبقى طعمها حلو وجميل. نحط بقى كمان الطماطم والفلفل الالوان والفلفل الاخضر، ونقلب كده. بصراحه ريحته جميله جدا. حابه اقول لكم ان انا كمان هحط معلقه صلصه اهو، بس اجيب المعلقه. هحط معلقه صلصه
وبرده نقلبها كويس قوي مع المكونات. هي الصلصه بس في مجمده شويه بس هتفك دلوقتي لما نقلبها. لو الطماطم يعني لونها احمر قوي فمش محتاجين، خلاص تمام صلصه. نبتدي بقى نجيب الفراخ. انا حابه اوريكم الفراخ، بصوا انا مفتحاها ازاي. نبتدي بقى ندلك الفرخه كويس قوي بكل الايه التتبيله دي، مش بس نحطها كده خلاص ونقلبها كده، لا ندلك كل اللحمه وندخل التتبيله في كل حته فيها قبل ما نحطها كده. طبعا هنحط برده حبه كده فوقيها. كل فراخ انا مفتحاها كده ونعمل لها تدليك كده بالخلطه الجميله دي. ريحتها جميله جدا وهتخلي كمان الطعم اجمل واجمل. بعد كده بقى هحطها على النار، بس تاخد يعني غلوه بسيطه كده، واكون مولعه الفرن. احطها على درجه حراره عاليه لمده ساعه، ساعه ونص. هتبقى معايا تمام جدا وحلوه جدا ومش بتاخد مجهود، وحلوه قوي في العزومات، وحلوه كمان للاولاد بيحبوا الفراخ بالطريقه دي، بتبقى طعمها جميل جدا جدا جدا. وصفه سهله وبسيطه وسريعه، لو انتي مستعجله كده زيي هتنجز معاكي جدا جدا جدا. الصينيه جهزت حبايبي اهي بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم ريحتها جميله قوي وطعمها هيبقى احلى واحلى، وطبعا متكامله العناصر الغذائيه، فيها كل الخضار مع البروتين كمان، جميله جدا. وزي ما قلت لك لو اي حاجه من الخضار اولادك مش بياكلوها حطيها، مش هتبان وهيستفيدوا من العناصر الغذائيه بتاعتها. هديها غلوه على النار، يا دوبك بس غلوه يعني مفيش 5 دقايق على النار، وانا مشغله الفرن على درجه حراره عاليه. بحطها في الفرن لمده ساعه، ساعه ونص. بغطي برضه طبعا وشها بالفويل، وبعد كده بعد ساعه بشيل الفويل عشان تاخد اللون الاحمر الحلو للفراخ. ساعة، ساعة ونص بالكتير خالص هتلاقيها استوت. تستوي واوريكم في شكلها النهائي هيبقى جميل ازاي. حبايب قلبي خدت غلوة بسيطة كده على النار، وهبتدي بقى احطها في الفرن. وزي ما قلت لكم انا مولعة الفرن من قبلها على درجة حرارة عالية. هي غلوة كده بسيطة جدا، خلاص هطفي عليها واحطها في الفرن ساعة، ساعة ونص بالكتير هتلاقيها استوت معاكي. تخلص واوريها لكم في الاخر شكلها جميل، وريحتها بصراحة الخلطة ريحتها تحفة مع التوابل جميلة جدا جدا جدا. هغطيها بورق الفويل واحطها في الفرن. حبايبي بعد ما الفراخ استوت وطلعتها من الفرن ريحتها تحفة، والزعتر والخضار والتوابل مخليه ريحتها جميلة جدا، وطعمها طبعا ألذ وألذ. هتعجبك وهتعجب الاولاد. بصي خد كل الخضار، يعني مثلا الكوسه والجزر لو الاولاد مش بياكلوها اهي مش موجوده خالص، بس طبعا الفراخ شربت القيمه الغذائيه والفايده الغذائيه بتاعتها، وهم كمان في الصوص ده هيبقى في كل القيمه الغذائيه. وجبه كامله ومتكامله. عايزه تقدميها مع رز بسمتي او رز عادي او مكرونه. انا عاملاها مع مكرونه مسلوقه بالصلصه، تغيير كده من الرز زهقنا منه.
جميلة جدا وريحتها حلوة وشكلها كمان جميل، وتنفع لعزومات، تنفع لحاجة كده سريعة. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو انزله تشوفوه وتشاهدوه وتدعموني وتشجعوني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير كتير. شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. مع السلامة.